نقول الله يبارك راهي تصوم الاثنين والخميس شغل عندها زوج نيات هنا، عندها نية أنها تصوم السنة تصوم النافلة، وفي نفس الوقت عندها نية أخرى باش ينقص الوزن نتاعها. وصاحبتها قالت لها الحسنات نتاعك راحت. نبشرك يا الأخت فيروز، نقول لك ما تخافيش، أجرك إن شاء الله ثابت عند الله. لماذا؟ أنت درتي النية الصيام الاثنين والخميس، يعني عملا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في صيام الاثنين والخميس. الله يبارك، عندك أجر نتاعك ثابت. وأكثر من ذلك درتي نية أخرى أنه باش ينقص ميزانك، وممكن واحد آخر يدير نية باش يبرى، اللي عنده ليلسير باغ اكزومبل، عنده ليلسير ولا عنده بون هذا ياكل على كل، كاين أكلات معينة ينقصها. كاين بعض الأمراض من أسباب علاجها الصوم، وهذه ثابتة يعني علميا سيونتيفيكمون أثبتوها العلماء أنه الصيام علاج للأمراض. الأخت فيروز نأكد النيتين مع بعض. النية الأولى باش تصوم الاثنين والخميس عملا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا صيام النافلة، عندك أجر إن شاء الله تعالى، نسأل الله القبول. أما كونك عندك نية أخرى باش تنقصي في الميزان، ولا واحد آخر يدير نية أخرى باش يبرأ من مرض من أمراضه، لأن الصيام هو علاج لكثير من الأمراض، نقول لك أجر نتاعك ثابت والحسنات نتاعك ما ينقصوش وما تخافيش. وصديقتك يا ربي يحفظها، قولي لها يا بنتي لا ما تقوليش هذا الكلام، ما عندهاش حق تقول لك الحسنات نتاعك راحوا، لأنه اللي يمد الحسنات هو الله عز وجل. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أجرك ثابت فلا خوف ولا وجل.